جبت لك الحل، جبت لك الحل صاحبي، جبت لك الحل ديال واحد المشكل اللي كيوقع لنا كاملين في رمضان. سحري هذا اللي مسكين هنايا في المي كامل. جربوا ورد عليا. ها علاش القرايه زينه. هذا شو كي داير زوين. هادو ياك. وهذا البرقوق المجفف يحتوي على الياف غير ذائبه ممتازه، يحتوي على السوربيتول اللي هو واحد السكر كحولي جيد. غنقول لك علاش لا يشكي. وبلاتي باغي تسكرولي تسنى. العنب الاسود المجفف الياف غير ذائبه ممتازه، سوربيتول. غنشد واحد 3 البرقوقات ولا 4، وغنشد واحد 8 الحبات، غندير لهم النقع في الماء لمده 24 ساعه ولا 18 ساعه. نخليهم في الماء حتى يشربوا الماء مزيان، وغنطحنهم في هذاك الماء اللي يتنقعوا فيه. غادي معايا مزيان، ولكن قبل ما نقعهم نشللهم. علاش؟ حيت البرقوق تيديروا فيه الزيت. هادي راه واحد الزيت علاش؟ باش ما يخسرش دغيا. كيديروا الزيت الروميه في هذا البرقوق باش ما يخسرش دغيا، وكاين اللي كيزيدوا فيه السوربات دو بوتاسيوم ماده حافظه باش ما يصوفش لا هو لا العنب المجفف. ها انت الا درت هكا شو يديك ولات كاين الزيت. حتى اللي غنشللهم مزيان وغنديرهم نقعهم في الماء لمده 24 ساعه، وهذاك الماء ديالهم غنطحنوا فيه، غيولي عندي عصير. ونزيد فيه واحد نص معلقه ديال البسيليوم، حبوب القطونه، نص معلقه. من الافضل نشرب هذا العصير على معده خاويه، سينو دابا مع رمضان نشربوا مع الفطور. غيمسك عليك الله. باي الامساك. باي بارطاجي لي هاد اللعيبه مع صحابك واك يا ربي.